لا يرضى ذلك. فقال إذا حينما نخرج ستطلب مني. فلما خرجوا من بيت الله الحرام قال الآن لسنا في المسجد فسل من الدنيا ما شئت. قال والله يا سليمان إنني ما سألتها الله قط ولم أسألها ممن خلقها وملكها حياء منه، فكيف أسألها ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أنا الدنيا ما طلبتهاش حتى من اللي خلقها، نطلبها منك أنت يا العبد الضعيف. يا الله. فقال له الخليفة يا أبا سالم كيف حالنا مع الله؟ قال أعرض نفسك على كتاب الله. قال وأين أجد ذلك؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال يا أبا سلمة يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ قال أما المؤمن الذي قامت في طاعة الله ينافس فيها المؤمنين فقدومه على الله كقدوم الغائب إلى أهله في اشتياق. وأما العاقل الذي قضى حياته في الغفلة فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده خائفا وجلا. قال يا أبا حازم ما نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخمربتم آختكم فكرهتم من أن تنقلبوا من الخراب من العمر إلى الخراب. هؤلاء الحمادون. هذه مسائل قلبية. الآن العبادات الذين يدخلون الجنة بغير حساب العبادات هذه المسائل هي مسائل قلبية إنما يرى أثرها في السلوك وعلى اللسان. بالنسبة للعباد فقد أخبر رسول الله صلى الله على الحبيب أنه حينما يحشر الناس في صعيد واحد ينادى مناد من قبل الله أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فيقوم ناس قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. من هم هؤلاء؟ القائمين بالليل والناس نيام. يا الله. إذا خلا كل حبيب بحبيبه خلا المؤمن بربه يناجيه ويشبع نهمه بمناجاة ربه. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أحسن ما فيها. قيل وما ألذ ما فيها؟ قال حلو مناجاة الله. لا يصبرون على مناجاة الله. إذا جاءهم مخلوق استوحشوا منه فتمنوا أن يخلوا بربهم ساعة فليس عندهم أثمن من وقت يخلو فيه بربه لكي يتلذذوا بمناجاة الله بالليل والاستغفار بالأسحار. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. كان سيدنا أويس القرني من التابعين ما منعه من رؤية رسول الله إلا بره بأمه. هو من اليمن. قال فيه المحدثون أنه إذا جن الليل قال هذه ليلة الركوع فركع ركعة بعد العشاء فلا زال يعظم الله ويذكره حتى ينبلد الصبح. وفي اليوم الموالي يسجد لله سجدة ويقول هذه ليلة السجود. الله الله الله. الليل هو مطية العارفين، هو وقت المخلصين. رؤي الإمام الجنيد في المنام من قبل تلامذته فقال له كيف فعلت أو فعل معك ربك إذ لقيته؟ قال كل الأعمال لم ينظر الله فيها إنما شملني الله برحمته
لركعتين فقط ركعتهما في جوف الليل. الله الله الله. يا من أراد أن يخلص لله ساعة، صلي ركعتين في ظلمة الليل لظلمة يوم النشور. صلي في الليل. قال رسول الله: إذا استيقظ أحدكم من الليل فليوقظ أهله، فإن لم يرد أهله أن يستيقظوا فلينضح على زوجته الماء، يجيب الماء فيصلي بها ركعتين. ولتقم الزوجة إذا استيقظت من الليل نضحت أيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء حتى يستيقظ، فصليا ركعتين في الليل، فإن فعلا كتبا في الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والحمد لله نحن اليوم في رمضان، وفي ليلة هذه الليلة اللي كتسمى هما كيسموها ليلة القدر 27 تاع المغرب، 27 تاع المغرب. إن شاء الله تعالى في هذه الليلة يجتهد المؤمنون، فقد قال رسول الله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فقضية قيام الليل من واظب عليه وعرف به في الملأ الأعلى ينادى عليه يوم القيامة فيدخل الجنة بغير حساب. الرابع في العبادات: رجل عم قوما وهم به راضون، إمام في مسجد يحبه من يصلي وراءه، أمين حامل لكتاب الله، يقرأ القرآن في المحاريب، وامتلأ قلبه بحب القرآن وحب هذه الوظيفة، فحبس نفسه ووقته لإقامة أعظم أركان الدين في الأمة، الصلاة. وإنني حينما أنظر الحاج الحسن إمام إن شاء الله تعالى، انت في ناس تبغى تدخلني الإمام تاع المدينة، لم أكن قد رأيت أحدا يحافظ على وظيفة الإمامة وعلى الصلوات الخمس في المسجد حتى توفاه الله، ما تخلف إلا لعذر. وإني أذكر اليوم الذي مات فيه صبيحة يوم 2 رجب، فصلى بهم صلاة الصبح ثم قرأ الورد القرآني، ولم يكن كعادته يتصرف هذا التصرف، ثم صافح الجميع كأنه يودعهم. فلما خرج من المسجد ومر على صاحب المقهى قال صاحب المقهى: أتريد كوبا من الحليب؟ قال: لا، أريد كوبا من الماء. فكان آخر رزق دخل إلى جوفه كوب من الماء. فلما ذهب إلى بيته دخلته سكرات الموت وقد أنهى عمله، القرآن الحزب كمله والصلاة صلاها. قال: فجاء الأطباء، قال لي ابنه، فبدأنا نقرأ سورة ياسين. قال: فإذا الأطباء يقولون كل شيء فيه عادي، ليس فيه خلل في وظائف كل هذه الأعضاء، كل شيء مزيان. لكن لما وصلوا إلى قوله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال الطبيب: لقد فارقت روحه جسده. إمام رضي الناس به وصلى ابتغاء مرضات الله يدخل الجنة بغير حساب. هادشي نقولوا للإمام اللي شي خطرة ضيق عليه الحالة، يدي قوتيوها الناس اللي يصليوا موراه، يحضروا غير الإمام. فين مشى الإمام؟ فاسمو دار الإمام، يحضر غير الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. فليصبر، فإنها مهمة الأنبياء ووظيفة الأولياء، فمن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله كان إن شاء الله ممن يدخل الجنة بغير حساب. ثم خامسا: من قرأ القرآن يبتغي به وجه الله. إنسان حمل القرآن فهو يقرأه ابتغاء وجه الله،
لا يفتر لسانه عن تلاوة القرآن في مضجعه، في نومه، في صعوده، في هبوطه، في عمله، في متجره، في كل مكان يتلو القرآن يبتغي وجه الله. فلقد قال رسول الله: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله، فسيأتي زمان على أمتي يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. قارئ القرآن، حملة كتاب الله، هم أهل الله وخاصته يوم القيامة. يقال لحافظ القرآن وللمرتل في الدنيا الذي كان يرتل ويقرأ ويترنم ويتغنى بالقرآن، يقول القرآن له عند باب الجنة: اقرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن آخر منزلة عندك عند آخر آية كنت تقرأها.